شو بيستهدف مثلا نشوف نعلن ولا ما نعلن؟ المهندس المدني أحمد الحجو مدير الخدمات الفنية في مجلس الرقة المدني. بعد أن تعرضت المدينة إلى يعني نسبة الدمار الكبيرة بما تقارب 85% نتيجة الحروب التي شهدتها المنطقة ومدينة الرقة بالخصوص، بادر مجلس الرقة المدني عن طريق مكتب الخدمات الفنية بإزالة الأنقاض ضمن المدينة، حيث تعهدنا على أنفسنا بالعمل المستمر والدؤوب حتى نشاهد مدينة الرقة كما كانت سابقا وأفضل إن شاء الله. طبعا لازلنا مستمرين بالعمل بإزالة الأنقاض حتى وقتنا الراهن، والسبب يعود إلى استمرارية تنقير الأبنية من قبل الأهالي، وبذلك كما وعدنا وكما عاهدنا أهالينا في الرقة سنستمر بإزالة الأنقاض حتى آخر حجرة تشوه منظر المدينة. وأيضا يستخدم هذا الركام، طبعا ترحيل هذا الركام نستفيد منه في تسوية وتأهيل الطرقات خارج المدينة ضمن خطة تعدها إدارة الخدمات الفنية. طبعا حجم الركام المرحل من مدينة الرقة يعني ترحل الخدمات الفنية بما يقارب شهريا 40,000 متر مكعب شهري، أي بما يقارب حتى وقتنا الراهن من لحظة دخول مدينة الرقة حتى وقتنا الراهن تقريبا 920,000 متر مكعب ترحيل كمية من الأنقاض حتى هذه اللحظة. طبعا لازلنا مستمرين بالعمل كما عهدنا وكما وعدنا، مستمرين إلى أن ترجع مدينة الرقة خضراء بجمالها كما عهدناها سابقا بإذن الله.